بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد، بس لو كنت اول مرة تشوفيني يا ريت تدوسي على تشتركي في القناة، وتدوسي على زر الجرس، وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا احنا عارفين احنا بقالنا 3 ايام سقعة بقى وكده وشتا وحاجات من دي. فطبعا اكيد احنا عارفين كل الدنيا هتعمل ايه، طبعا مصر كلها هم حاجتين: يا قلقاس يا عدس. احنا عملنا القلقاس، والنهارده هنعمل بقى العدس. والعدس ده من الاكلات الحلوه قوي قوي، اللي مفيده اولا جدا، وكمان بنحبها وحرشه جدا، يعني تحبي تاكلي فيها يعني كميات تمام يعني. وطبعا هي الحاجات بس اللي هي بتبقى مضرة فيها عشان خاطر بنتلاشاها، بنحط اللي هو الكمون طبعا عشان حكاية القولون والحاجات دي. أنا طبعا هنبدأ الأول الفيديو دلوقتي طبعا تنظيف الحوض زي ما احنا عارفين، عشان خاطر المطابخ الضيقة بتبقى عموما لازم انك انتي تبقى حواليك الدنيا فاضية، عشان خاطر الكركبة بتاعت المواعين والحاجات دي بتعطل عن الشغل، يعني تلاقي نفسك ملخومة ومش عارفة تحطي حاجات فين، ومش عارفة تبدأي من ازاي. فلما بتكون المطبخ فاضي ونضيف كده بيساعدك انك انت تخلصي بسرعة، وخلصي من غير يعني اضرار، يعني حاجة تقع تتكسر بقى والحاجات تتقلب. وانا عموما بيحصل لي كده، عشان كده انا بحب دايما افضي المطبخ قبل ما ابتدي اعمل الاكل. جبنا دلوقتي العدس، دلوقتي انا جبت نص عدس اصفر، وطبعا غسلني كويس قوي. انتوا الميه بتاعته اللي شايفينها دي اللي بتبقى لونها ابيض شويه كده، احنا بنفضل نغسل فيها لغايه ما تبقى شفافه على قد ما نقدر، تبقى شفافه. وبنسيبه شويه طبعا في الميه، بعدين بنجيب الجزر. انا بحط نص كيلو جزر على نص كيلو العدس، يعني انا بحط جزر كتير. اولا الجزر مفيد قوي، واحنا ما بناكلهوش، او ولادنا يعني ما بياكلوهوش غير قليل جدا في اكلات. بنحاول ندخله في الاكل، وما بلاقي فيه اكله فيها الجزر بحاول اكتر فيها، يعني البسله برضو بحب احط جزر كتير حتى لو ما كلوش. ففايدة الجزر بتنزل في الحاجة، وبعدين هو بيدي لون حلو قوي للعدس وتسكيرة كده. في ناس بتحط بابريكا عشان خاطر يبقى لونه محمر. هي الجزر بيبقى احسن من انك تحطي بابريكا، يعني تكتري الجزر احسن. ما بحطش بطاطس. في ناس بتحب بطاطس، وفي ناس بتحب بطاطا. هم طبعا بيبقوا حلوين قوي، بيزودوا القيمة الغذائية، بس أنا ما بيحبوهاش فيها. فبحط بس الجزر، وبحط بصل، وبحط توم. وأنا عشان خاطر ما بعملوش طشة، فالثوم في جواه بيبقى بيدي طعم طبعا جميل قوي من غير الطشة اللي هي بتتعمل في الآخر. هنا حطيت المية على النار، وحطيت فيها العدس المغسول طبعا، وبعدين قطعت فيه لها الجزر. احنا بنقطع الحاجات اللي بنقطعها في المية دي، مش مشكلة تبقى صغيرة يعني، لأن هي بتستوي مع العدس، وبعد كده بتتضرب في الخلاط فما بتبانش، فانت بتقطعي أي تقطيع. بقطع الجزر، وبعدين بقطع البصلة، وحطيت الثوم. وما بنحطش اي بهارات في الوقت ده، عشان خاطر هو في الوقت ده يا دوبك بس احنا بنسلق العدس وبنسوي الخضار اللي احنا حطيناه معاه. طبعا اول ما يبتدي يغلي هيطلع الريمة دي، فاحنا بنشيلها طبعا وبنرميها على قد ما بنقدر، بنشيلها كلها، وبنسيبه بقى العدس يتسلق والخضار اللي فيه يستوي. وبنعمل طبعا الحاجة اللي هي لازم تتحط جنب العدس، يعني لازم دي جزء من العدس، اللي هي الطماطم اللي هي بالثوم. احنا بنجيب كام فص ثوم كده، وبندقهم مع شوية ملح. وطبعا في بيحطوا شطة، بس انا ما بقدرش احط حامي كتير عشان الولاد. وبعد كده بنحط فيها، بنقطع الطماطم كده زي ما انتم شايفين. آه انا ما كانش عندي غير شويه توم صغيرين، فحطيت بس 3 طماطمات، لكن انا بحب اعمل كميه كبيره يعني من الطماطم. قطعناه كده 4 تربع، وبعدين بنفتحها كده زي الوردة، وبنجيب التوم اللي احنا دقيناه بنحطه فيها. وما كنتش حاطه الكمون طبعا في الدق، انا بدقها بالملح، وبعدين نحط الكمون عليها ونقلبها كده. وبعدين بنجيب التوم كده وندخله ما بين الطماطم ونحطه. انا ما بحطش لا ليمون ولا خل، هي
كويس أوي التوم، وأنا ساعات ما باحطش كمان، يعني أنا ما باحطش أصلًا الشطة عشان هو التوم بيبقى حراق شوية، فبتبقى الشطة فكده بيبقى صعب أوي على المعدة، فأنا باكتفي بالتوم بس والملح والكمون. وبعد ما بنحط جواها التوم وكده بنقفلها، بنقفل الوردة دي عليها عشان كلها تشرب من بعضها، الطماطمية كلها تبقى خدت طعم التوم. وبعدين بنجيب حلة ونحط فيها حتة سمنة، وبنحط فيها لسان العصفور. هنعمل بقى النوع اللي هو العادي اللي هو بتاع التغميس، وبنقعد نحمر في لسان العصفور، وبعدين بنطشه بالشوربة بشوية مية من اللي هي أنا بزود المية شوية في العدس، عشان هي دي المية دي بقى تكة من التكات اللي بنعمل بيها لسان العصفور، لأن المية دي بتبقى فيها طعم الثوم وطعم البصل وطعم الحاجات دي، مش غير اما بتعملي مية من الحنفية بتبقى المية دي حلوة يعني مبهرة شوية، وبنحطها على لسان العصفور ونسيبه يستوي. وبعد كده بعد ما بنضرب بقى العدس يكون هو استوى الحاجات اللي جواه، بنسيبه يهدى شوية عشان الخلاط ما يبص، وبعدين نضربه ونحطه في حلة جديدة. وبعد كده بنشوف لسان العصفور أول ما يستوي، احنا أول بنظبط حد العدس اللي هو حطيناه لوحده اللي هو الشوربة ده، نحط شوية ملح وشوية كمون وحتة سمنة ونص مكعب مرق بس، ونقلبه كويس قوي عشان انا حطيت السمنة فيه لان انا ما بعملوش طشة، فانا بحط حتة سمنة كده فيه عشان لازم يبقى فيه يعني مادة دهنية اللي هي اللي بنحط في الطشة، بس انا ما بحطهاش في الطشة بحطها كده. وبندوقه طبعا نظبط الحدق بتاعه، وبعد كده بنحط بقى منه على لسان العصفور اللي استوى. لسان العصفور وهو بيستوي كمان في اوله بنحط، احسن حاجه انك ما تحطيش ميه على لسان العصفور ده من الحنفيه ابدا، يا اما ميه بتاعه السلق، وبعدين بتكمليه بالعدس، وبيبقى طعمه في منتهى الجميل، واكله جميله جدا ومغذيه ورخيصه واقتصاديه وكل حاجه. كلوها وبالهنا والشفا وادعوا لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.